قصة أول رجل عربي حامل تنتهي بالموت. من هو أحمد الفاتح؟ تصدر اسم الفنان الجزائري أحمد فاتح محركات البحث بعد إعلان حمله وإنجابه لطفله، ليسجل بذلك اسمه كأول رجل عربي يخوض تجربة الحمل والولادة. أحمد فاتح المعروف أيضا باسم أحمد بلعيد هو فنان جزائري شاب يبلغ من العمر 28 عاما. عاش في أوروبا بعد زواجه في عام 2023 من رجل أعمال سعودي. بدأت قصته تثير الانتباه حين أعلن عبر حساباته الشخصية أنه حامل في شهره الأول، وقد استمر بتوثيق يوميات الحمل حتى ولادة طفلته مايا بعملية قيصرية أجريت تحت إشراف فريق طبي دولي متخصص في موناكو. بحسب مصادر مقربة، خضع أحمد فاتح قبل سنوات لعملية تحول جنسي جزئي احتفظ من خلاله بجزءه العلوي كرجل، بينما تم تعديل الجزء السفلي ليتيح له إمكانية الحمل. وبعد زواجه لجأ إلى استشارات طبية انتهت بإجراء عملية تلقيح صناعي تم خلالها زرع الجنين في تجويف خاص داخل جسده. في أحد المستشفيات الفرنسية أنجب أحمد فاتح طفلته مايا بعملية قيصرية أثارت عاصفة من الجدل الطبي والديني والثقافي، ولم تمر سوى أسابيع قليلة حتى توفى أحمد في ظروف قيل أنها ناتجة عن مضاعفات صحية خطيرة عقب الولادة، في حين لم تصدر جهات رسمية طبية توضيحا دقيقا لسبب الوفاة حتى الآن. أشعلت قصة أحمد موجة من ردود فعل غاضبة، في حين اعتبرها رواد المواقع صادمة ومناقضة للقيم الدينية والثقافية، خصوصا في مجتمعات عربية مثل الجزائر